بص يا سيدي، خلينا متفقين كده ان الموضوع مش بكتر الغسيل، وخلينا برضو متفقين ان كتر الميه مضر على الاجزاء المختلفه في السكوتر، زي مثلا الاجزاء المعدنيه زي الشاسيه، زي مثلا الاجزاء اللي فيها كاوتش او فيها رابر. فده برضو هيسبب لها الميه تشقق وهيسبب لها تآكل. كمان برضو ان الميه كترها مضر على الاماكن اللي فيها كهرباء، بتسبب رطوبه فيما بعد. علشان كده كتر الغسيل هو مضر للسكوتر بشكل عام. فيفضل ان انت دايما تغسل عند الحاجه، او مثلا نقدر نقول مثلا مره كل شهر وقت ما تحتاج كده يعني. كمان طبعا لازم لما تغسل تتاكد ان انت نشفت كويس جدا جدا جدا، لان القطرات بتاعه الميه ديت بعد كده لما انت هتتحرك القطرات ديت هتتبخر، وهتسيب طبعا رواسب واملاح، والرواسب ديت ممكن تسبب بعد كده برومه، صدى، وكمان ممكن تسبب رطوبه للاجزاء الكهربائيه. العدو الاول للالوان الا وهي الشمس. بص يا سيدي، لو انت بتركب في الشمس كتير حاول ان انت تغطي السكوتر، لان الشمس هي قادره فعلا ان هي تخلي الالوان تبهت وبشكل سريع جدا. فحاول دايما لو انت هتركب في الشمس ان انت تغطي السكوتر بتاعك. النصيحه الاهم بقى ان خلي بالك ان ملمعات الفبر اللي احنا بنستخدمها للفبر الداخلي ديت ما تنفعش للفبر الخارجي، لان باختصار دوت بيبقى خامه ودوت بيبقى خامه تانيه خالص. كمان ان ملمعات الفبر بيكون عليها ماده زي السيليكون، والسيليكون دوت مهمته ان هو بيلتصق بالاسطح. فانت لما بتحطه على الفبر الخارجي اللي بيحصل بقى ان هو بيلتصق بسطح الفبر، فطول ما انت ماشي بيبدا ان هو يلم معاك تراب، والاتربه ديت هتبدا ان هي تجرح في الفبر.